الحديد وما أدراك ما الحديد. هذه ليست كلمات عادية تمر أمامك، ولكنها تحمل أسراراً سبقت العالم بمئات السنين. ستذهلك بشكل لا تتصوره حينما ترى الإعجاز الذي فاق تصورات وعقول البشر وقتها. الإعجاز الخارق للعادة والمبهر هو ما تحدث عنه القرآن عن الحديد في سورة الحديد، السورة المدنية. ومن فرط الإعجاز السماوي الذي وضعه المولى عز وجل في معدن الحديد ومنافعه الجمة للإنسانية، سميت هذه السورة باسمه، حيث أصبح الحديد ثورة في تاريخ البشر. وما ستسمعه الآن سيذهلك حينما تعرف أن الإسلام والقرآن سبق العالم والبشر بمئات ومئات السنوات. فيقول الله عز وجل في سورة الحديد: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فقال المولى عز وجل: أنزلنا، ولم يقل خلقنا. فما هو الإعجاز إذن؟ كلمتان مختلفتان تماما أراد الله بهم أن يوضح لنا الفرق الشاسع بين الكلمتان. فاكتشف العلماء بعد أكثر من 1000 عام من نزول القرآن أن الحديد لم يتكون من داخل الأرض كغيره من المعادن، وإنما نزل من السماء عند تكوين الأرض في بداياتها منذ ملايين وملايين وملايين السنين. المفاجأة المذهلة أن الحديد لم يتكون داخل مجموعتنا الشمسية أصلا، وإنما خارجها. فتكوين الحديد يستلزم طاقة غير موجودة على الأرض ولا حتى موجودة في المجموعة الشمسية، فهي طاقة تتجاوز طاقة شمسنا نفسها. ويكفي أن نعرف أن الاندماج النووي اللازم لتكوين ذرات الحديد يستلزم درجة حرارة تقدر ب5 بلايين درجة مئوية، وهذه الحرارة غير متوافرة حتى في الشمس أصلا، وتتجاوز حرارة الشمس بشكل لا تتصوره. فيبلغ درجة حرارة سطحها 6000 درجة، ومركزها 1,000,000 درجة فقط. إذن كيف أتى الحديد؟ أتى الحديد من النيازك والمذنبات التي كانت تضرب الأرض منذ ملايين السنين، فاندمجت في الأرض وفي لبها وفي مركزها وعلى سطحها، ليكون الحديد لم يخلق داخل الأرض كخلق البشر مثلا والحيوانات، ولكن خلقه الله خارج مجموعتنا الشمسية، ثم أنزله على الأرض بعد خلقه. وهذا تطبيقا صريحا للآية الكريمة: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ويبلغ الوزن الذري للحديد 57، وهو ترتيب الصورة في القرآن في وقت النزول. والعدد الذري للحديد 26، وهو رقم الآية في السورة. لا يمكن أن يكون هذا التلاقي مصادفة، فالمصادفة لا تحدث مرتين، ناهيك عن الفرق بين أنزلنا وخلقنا. الغريب أيضا أن قلب الأرض أي مركز الكرة الأرضية وهو لب الأرض يتكون من الحديد، ولولا الحديد بنسب كبيرة في مركز الأرض فلم تكن ستنشأ الحياة في الأرض أصلا. فالحديد هو ما أعطى للأرض مجالها المغناطيسي، وهذا المجال هو ما يحافظ على غلافها الجوي محيطا بها ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية القاتلة المنبعثة من الشمس. ولهذا ستجد أن سورة الحديد تتكلم عن خلق الأرض، بمعنى أن الحديد نزل على الأرض أثناء خلقها، فلولا وجود الحديد لن يكون لك وجود. ولهذا كان للحديد سورة مخصصة ليوضح لنا الله أهميته في إعجاز كان يتخطى حدود البشر وقتها. المفارقة أن سورة الحديد تقع في قلب القرآن مثلما يقع الحديد في قلب الأرض ولبها، فترتيب سورة الحديد 57 وسور القرآن 114 سورة. فسبحان الله عز وجل.